مش هقعد اشرح لكم بقى زي ما الناس بتعمل على اليوتيوب، يدي لك المحاضره في الاخر يقول لك تشتري ولا لا. لا، انا بقول لك من اول الفيديو عشان لو مش عايز تكمل عادي، ما عنديش مشكله. اختصارا للواي 21 دي، لو انت تحت ال 10000 جنيه عايز تجيب موبايل لطفل يرزع فيه زي ما هو عايز، يغرقه في ميه، يوريك كل الحاجات اللي انا هوريها لك دلوقتي، فانت تجيب التليفون ده وانا بقول لك اشتريه، واوريك الاختبارات اللي عملتها. شويه حطيته في التلج، مش في الميه، رغم ان هو بيتحمل الميه لحد 3 متر، بس انا جربت احطه في التلج ورزعته كام رزعه زي كده مثلا. يا نهار ابيض، الفقيد يعني لسه شغال. الفقيد لسه شغال وما فيهوش اي كسر ولا خدش. فانا كده قلت لك اختصارا عشان ما تضيعش وقتك في الفيديو. لو انت فعلا شايف ان انت عايز تجيب تليفون صغير لطفل صغير او لحد كبير في السن بيقع منه، او انت عايز تستخدم موبايل تاني ترزع فيه وبتشتغل في حاجات فيها مثلا موقع او حاجه فيها بيقع منك كتير وكده، هات التليفون ده وانت مطمن. لكن ما تستناش منه اداء، هتلاقيه بطيء شويه. ده ملخص الفيديو، انا مش ناوي، انا مش هقعد اشرح لكم بقى زي ما الناس بتعمل على اليوتيوب، يدي لك المحاضره في الاخر يقول لك تشتري ولا لا. لا، انا بقول لك من اول الفيديو عشان لو مش عايز تكمل عادي، ما عنديش مشكله. فهو انت لو انت قاعد بتشتغل في موقع مثلا، مكان بيقع منك موبايل كتير، مالكش في اللعب، عايز ترد على التليفون وعلى الواتساب، الموبايل ده يبقى ممتاز ليك وتحت ال 10000 جنيه هايل. لكن لو انت تطمح انك تشتغل عليه بقى شويه حاجات، فانسى خالص، لان البروسيسور بتاعه وحش جدا. بيجي بمعيار سقوط 3 متر زي ما انت شفته، بيستحمل ومفيش اي حاجه، ولا بص الخبطات، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه في العلامات. انا عايز اوريك يعني ايه، هوريك برده في الفيديو كده وانا بصور. جامد جدا، مفيش اي مشكله فيه. بيجي اي بي 69 بلس، بيقاوم درجه الميه السخنه او الساقعه، لكن مش التلج زي ما انا عملته. ما تجربش ده في البيت لان ممكن يبوظ لك التليفون، انا بس عشان احطه تحت اقصى ظروف الاختبار. بيجي ببطاريه 6500 ملي امبير، وبيجي معاه شويه اكسسوارز حلوه جدا. جايبين معاه بقى الايه، الجراب بتاعه، جايبين بلاج الشحن زي ما حضرتك شايف، جايبين شويه حاجات هم في العلبه كده ممتازه وهايله يعني. فاست تشارجنج، وبيجي معاه الشاحن ال 44 واط بتاعه. الشاحن ده بيشحن لك من 0 ل 50% في 38 دقيقة بس، بشاشة 6.7، وبيكون اتش دي. كاميرا 50 ميجا بكسل، بيديك سطوع الوان واضاءة وتصوير الى حد ما مقبول بالنسبة لسعره، فممتاز جدا وهايل وراضي عنه ومش عايزين نلعب فيه اكتر من كده. سماعته هاي ريز وبيك 400 مرة ضعف الصوت، وفعلا صوته مزعج جدا لما تيجي تشغل حاجة. لو انت عليت على الاخر صوته بيبقى مزعج جدا، فده حلو لو زي ما قلت لك حد كبير في السن بيستخدم التليفون وعنده مشكله في السمع او بيحتاج موبايل يبقى عالي قوي، فده بالنسبه له يبقى ممتاز. هاي ريز، وبيجي كمان 1000 نتس، يعني سطوع الوان في الشمس الى حد ما تكون مقبوله وواضحه. وطبعا انا عاجبني دي اللي هي ايه، الدايناميك لايت دي. بص، تديك اشعارات انت بتخليها بقى تشتغل مع الكاميرا، مع نوتيفيكيشن، اي نوتيفيكيشن بتجيلك ممكن تشغل معاها ايه الدايناميك لايت دي. انا بحبها جدا عامه في كل الموبايلات لانها بتدي الموبايل شكل شيك جدا. بس يا سيدي، ده باختصار شرح سريع جدا ومختصر جدا للواي 21 دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملها لايك وشير. باي باي.